أنا لازم أكون مثالي. لازم أعمل كل حاجة صح. لازم محدش يمسك عليا غلطة. الفكرة دي شكلها حلو، بس في الحقيقة هي أكتر غلطة بنقع فيها. أنا هتكلم معاكم في الموضوع في 3 نقاط. أول حاجة، وهم الكمال. أنت بتستنى اللحظة المثالية، بتستنى تبقى جاهز 100%، بتستنى الظروف تبقى مظبوطة والنتيجة ولا بتبدأ ولا بتتحرك. السعي للكمال بيشل الحركة لأن مفيش حد كامل. تاني حاجة، خوف مستخبي ورا فكرة أنا لازم أكون مثالي. في خوف كبير، خوف من الغلط، خوف من النقد، خوف من إن حد يشوفك وإنت لسه بتتعلم. بس الحقيقة إن الغلط هو الطريق الوحيد للتعلم. مفيش نجاح طلع من غير محاولات فاشلة قبله. العلم بالتعلم. تالت حاجة، الفرق بين المثالية والتطور. المثالية بتقول لو مش كامل بلاش تعمل. التطور بيقول اعمل وتعلم وحسن. المثالية بتعطلك، التطور بيحركك خطوة بخطوة. الرسالة الأساسية في الموضوع، التطور أهم من الكمال. ابدأ ناقص عادي، ابدأ بخوف عادي، ابدأ بإمكانيات بسيطة عادي جدا، بس ابدأ. كل خطوة صغيرة أحسن من انتظار مثالي عمره ما هيجي.